الإنسان من الناحية النفسية أكيد. من الناحية النفسية الإنسان أي حاجة في حياته مهما كانت، سواء مع الزوجة تاعو ولا مع أولاده ولا مع العلاقات ولا في المهنة تاعو ولا في التعامل اليومي تاعو، من الناحية النفسية هو صانع حقائق نفسه هو شخصيا. هذه الحقائق كيف تبنى؟ يعني أنت لطيفة، الحقيقة تاعك هو أنك ما عندك حقيقة أنت اللي راكي صنعتها عن طريق لي دوني اللي راهم عندك أنت فقط. ما تقدريش تصنعي حقيقة لنفسك تاع شخص آخر اللي عنده دي دوني اخرين، كما نقولوا معطيات اخرين. فكل واحد فينا يصنع المعطيات اللي الحقيقه تاعو على حسب المعطيات اللي راهم عنده. كاين اللي فات على مرحله عنيفه في حياته، يعني في حياته منذ نعومه اظافره، ولا كان متعرض على سبيل المثال للعنف مع والديه مثلا، ولا مع اصدقائه في الحي ولا في المدرسه، ولا فهذه عباره عن معطيات ولا لا؟ هي عباره عن معطيات فتولي تراكمات في حياته. لما جاه غدوه الاوكازيون ولا الفرصه انه يتزوج مثلا، ممكن جدا، وهذه راهي تصرى عندنا يعني في المكتب لما يجوا عندنا يحضروا عندنا في المكتب حالات من هذا النوع، هو انه ينتقم من الطفوله تاعو ضد الزوجه تاعو، ولا ينتقم من الطفوله تاعو اللي ما عاشاش مليح، ولا هذاك العنف اللي عاشوا ضد اولاده مثلا، ضد اصدقائه، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه من بين العوامل النفسيه. يعني بالمختصر المفيد هي عباره عن تراكمات فتصبح معطيات، فبالتالي تصبح مشاعر، فالسيد هذا او الشخص هذا يخرج هذه المشاعر كحقائق او كحقيقه في حياته، ويولي يقول بلي هذا هو الحق في حياته.